السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده المحاضرة التأسيسية أو التمهيدية لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. طبعا الثانوية العامة زي ما احنا عارفين بتعتبر عن مسارات، مسار الهندسة، مسار العلوم الطبيعية، ما علينا. بس المهم إن يبقى في مسار كلية الهندسة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفي مادة موجودة واللي هي مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. فانا من النهارده هنبدا سوا واحده واحده البرمجه، ناخدها من الصفر لحد ما نبقى متمكنين منها. لان البرمجه مش تنفعك بس في الثانويه، البرمجه هتنفعك في حاجات كتير جدا في حياتك من بعد كده، في كل المجالات وفي كل الكليات، ميجاترونكس او هندسه او كهرباء او اي تي او حاسبات، او حتى لما تشتغل في كل المجالات البرمجه موجوده في حياتك. ان دلوقتي البرمجه والذكاء الاصطناعي بقوا اساس اي مجال. انا هاخد منكم دقيقتين ادردش معاكم شويه في البرمجه والذكاء الاصطناعي، وبعديها هنبدا المحاضره التمهيديه ونتعرف فيها على 3 حاجات، وهي مقدمه عن البرمجه او مقدمه عن علوم الحاسب، السودو كود، والخوارزميات. تمام، يلا بينا نبدا فيديو النهارده. مبدئيا كده يا شباب، بحكم خبرتي في البرمجه والذكاء الاصطناعي، لان انا في كليه حاسبات وذكاء اصطناعي جامعه بنها. تمام، بحب اقول لكم ان البرمجه والذكاء الاصطناعي او الذكاء الاصطناعي عموما، لان انت مش شرط تكون دخلت في سكه البرمجه وعلوم الحاسب عشان تستخدم الذكاء الاصطناعي. لا، حتى لو ربنا ما وفقكش او مش ده طموحك او مش ده اختيارك ودخلت في اي مجال، الذكاء الاصطناعي دلوقتي مع الادوات اللي موجوده والشات اللي وشات جي بي تي وجروك وجيميناي والحاجات ديت، لو عرفت تستخدمه صح هتلاقي نفسك بقيت متميز جدا في مجالك. تمام، بس انا النهارده جاي اتكلم معاك شويه عن البرمجه وايه هي البرمجه ومجالات البرمجه، وشويه دردشه كده عن البرمجه. مبدئيا البرمجه دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه وفي العصر الحالي وفي العصر القادم هي تبقى اهم حاجه موجوده. هي ما تاخدش البرمجه في الثانويه العامه على اساس ان هي ماده، تاخدها على اساس ان هي مجال، وان هي موهبه لو بقت عندك تخليك متميز في اي مجال هتخشه. لان البرمجه زي ما نتعرف دلوقتي موجوده خلاص في كل المجالات، والذكاء الاصطناعي بقى يساعد في كل المجالات. الذكاء الاصطناعي لو عرفت تتمكن منه في مجالك او في شغلك هتبقى زي ما قلت لك متميز جدا. فمبدئيا نصيحه كده قبل ما نبدا البرمجه، افهمها، حبها، اتعلمها، وحاول على قد ما تقدر تكمل فيها. وانا كده كده معاك في الفيديوهات المجانيه، او ان شاء الله هننزل في سنتر، وحتى لو ما بقتش معايا في السنتر فالاونلاين انا هنزل عليه كل الدروس بكل الفيديوهات، شرح كافي ووافي، مش هبخر على حد في حاجه، مش لازم كله على اليوتيوب وكله بالمجان. تمام، ان شاء الله المنهج يبقى معاك من اي تو زي، ومن اول حتى الصفر. يعني دي محاضره تمهيديه، احنا لسه ما دخلناش في المنهج، احنا كده محاضره تمهيديه نتعرف على شويه حاجات وندرس شويه لطلاب اولى وثانيه ثانوي. وعامه برضو دي نصيحه كمان، البرمجه مش سن معين، يعني زي مش انا بشرح البرمجه تنفع لكل منهج اولى وثانيه ثانوي البرمجه، ولا عايز اي حد سنه اصغر سنه اكبر عايز ياخد فكره عن البرمجه، فاكيد الفيديو ده بتاعه. ويلا بينا بقى نبدا في المحاضره التمهيديه عشان ان شاء الله تخرجوا من الفيديو دوت وانتوا عارفين معظم الاساسيات اللي انتم محتاجينها. نبدا اول حاجه بالسلايدات اللي احنا عاملينها علشان نبدا نشرح الاساسيات والتمهيديات اللي انتوا تكونوا محتاجينها عشان تبنوا عليها اللي بعد كده. اول حاجه السلايدات ديت هتلاقيها موجوده في اللينك تحت الفيديو، هتخش هتنزلها عادي جدا. تمام، وتذاكر منها وتطبق عليها. تمام، اول حاجه مقدمه عن البرمجه. البرمجه موجوده فين في حياتنا؟ زي ما احنا ما قلنا البرمجه موجوده في الموبايلات وفي الالعاب وفي المواقع وفي الذكاء الاصطناعي وفي وسائل النقل وفي البرامج، في كل حاجه حرفيا. وسائل النقل زي ايه؟ زي انظمه الطيارات، انظمه العربيات، اي حاجه ليها علاقه ليها انظمه او ليها سيستم البرمجه داخله فيها. تمام، والذكاء الاصطناعي طبعا الذكاء الاصطناعي مبني على البرمجه. المواقع، كل المواقع اللي بالدنيا مبنيه على البرمجه، حتى اللي بيقول لك لا في مثلا مواقع بتخليك تعمل مواقع تانية خاصه ليك من غير ما تكتب اي كود، زي المواقع نفسها اللي بتخليك بقى تعمل موقع ليك دي معموله بالبرمجه، لان حرفيا مفيش موقع او حاجه على النت عامه مش معموله بالبرمجه. والالعاب زي ما احنا عارفين كل الالعاب معموله بالبرمجه، مختلف اللغات. والموبايلات، الاندرويد او الايفون، كل الانظمه وكل السيستم بقى وكل المعالجه والحاجات ديت برضه معموله بالبرمجه. يعني ما ايا كان قوه الهاردوير قد ايه، من غير البرمجه تخسرها. البرمجه هي اللي بتساعدك ان انت تطلع اقصى حاجه موجوده في الهاردوير او في القطع اللي موجوده، ايا كان في كمبيوتر او في لابتوب او حتى في موبايل. احنا ليه نتعلم برمجه؟ ايا كان انت في الثانويه العامه او لا، انت البرمجه دلوقتي لو اتعلمتها تنفعك قوي بعدين. دي نصيحه كبيره قوي، ان البرمجه بقت في كل المجالات، واللي شاطر فيها شاطر في اي حاجه. فاحنا نتعلم برمجه. زي ما احنا بنقول، بيقول لك البرمجه مش مجرد ماده جديده، دي لغه العصر. اي تطبيق بتستخدمه في حياتك معمول بالبرمجه، اي لعبه بتلعبها معموله بالبرمجه، اي موقع بتفتحه معمول بالبرمجه. وادوات الذكاء الاصطناعي اللي بنستخدمها كل يوم، شات جي بي تي وكل الحاجات دي بالبرمجه.
كل الحاجات دي وراها مبرمج كتب الاف الاسطر من الاكواد عشان يعمل الحاجه اللي حضرتك بتفتحها. لما تتعلم برمجه انت مش بتتعلم تكتب كود، انت بتتعلم ازاي تفكر وازاي تحل مشكلات وتبني الافكار اللي بتجيلك بنفسك. يمكن النهارده تستخدم تطبيقات ناس تانية اللي عاملاه، لكن بعد كده انت اللي ممكن تعمل التطبيق اللي يجي في دماغك. الفكره لازم تتنفذ، وعشان تتنفذ انت محتاج يكون معاك برمجه، ذكاء اصطناعي، مجالات كتير هي اللي بتنفذ الفكره. بس دلوقتي معظم الافكار اللي بتيجي البرمجه هي اللي بتكون حجر الاساس في تنفيذ الفكره. فيا بخت اللي يعرف ينفذ فكرته، ما يستناش بقى ان حد ينفذها له او يروح يكلم ده يقول له أنا باخد كذا كذا كذا. اصل هي فكره، فطبيعي انت معكش راس مال. فراس مالك دلوقتي عشان تنفذ الفكره اللي في دماغك هو ده راس مالك دلوقتي. تقدر بعد كده تنفذ الفكره، فانت محتاج تكون متقن برمجه كويس جدا وعارف مجالاتها. وبعد كده برضه بيقول لك ليه نتعلم برمجه؟ لان البرمجه اهم مهارات المستقبل، ولان البرمجه بتنمي التفكير المنطقي وحل المشكلات، ولان البرمجه تدخل في معظم مجالات التكنولوجيا الحديثه، انها بتفتح فرص عمل للدراسه والعمل ورياده الاعمال. لان البرمجه بتمكنك زي ما أنا لسه قايل لك من تحول افكارك من مجرد افكار او مجرد كلام على ورق لحاجه فعليه انت تتنفذ فيها، تقدر انت تخرجها للناس. وده بيقول لك تفتكر كم مره استخدمت موبايلك النهارده؟ كل برنامج فتحته كان مجرد فكره في عقل المبرمج وتحولت الى حقيقه باستخدام البرمجه. زي ما قلنا البرمجه هي مهمه جدا، قلنا في الحلقه دي بس خليك تحب البرمجه، تفهم البرمجه مع شويه اساسيات خفيفه. بعدين نخش على لغات البرمجه واستخداماتها. اول حاجه زي ما انا حبيت اسمي الفريق هو فريق الدهانات او فريق النقاشه من الاخر، اللي هو الفرونت اند ديفلوبر. ده اللي بيعمل ايه؟ ده اللي بيعمل واجهه الويب او واجهه الموقع. اي موقع بتخشه، لما بتخش بتلاقي عندك الوان، اللي هو الالوان، الايموجيهات، الاستيكرات، تنسيق الالوان، المربعات، كل مربع موجود فين، اللي هو شكل الموقع العام. ده بيتعمل ازاي؟ بحاجه اسمها فرونت اند، بيتعمل بلغات برمجه معينه ومخصصه ليه. تمام. في حاجه اسمها باك اند هنتعرف عليها بعد شويه، بس احنا دلوقتي بنتكلم عن فريق الدهانات، وده مسؤول عن الشكل اللي المستخدم بيشوفه. نعلي بس القلم سنه. تمام تمام. ده مسؤول عن الشكل اللي المستخدم بيشوفه. اللغات المستخدمه عندك HTML، CSS، وجافا سكريبت. جافا HTML دي متخصصه اكتر في ان انت تنظم الموقع، يعني مثلا ايه فين وترتيب والصفح والكلام ده. السي اس اس ده النقاش. اتش تي ام اللي هو اللي بيبني البيت، سي اس اس هو اللي يبدا يدهن البيت ويعمل الديكور ويدهن الالوان ويعمل الرسومات والكلام ده. جافا سكريبت ده اللي بيخلي الموقع دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني ده اللي بيخلي بقى فيه انيميشن، في ايقونات وفي تفاعلات وفي الكلام ده. وهم التلاته لو عرفتهم كويس تعرف تطلع موقع كويس جدا ويعجب اي حد. الاستخدامات تصميم المواقع، الازهار والقوائم، الوان الخطوط، حركات وانيميشن، والتفاعل مع المستخدم. اللي قدامنا ده في الصوره هنا ده كده الفرونت اند، اللي هو عباره عن صور، الوان، كلام، تقسيمات، هيدلاين، كل الكلام ده. تمام. لغات البرمجه واستخداماتها، بس دلوقتي مع فريق المهندسين او زي ما قلنا من شويه الباك اند. الباك اند ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيشتغل في الخلفيه، ده اللي انت ما بتشوفوش، ده اللي هو بيربط بين السيرفر او الداتابيز والموقع. انت لما تسجل في موقع بايميل وباسورد وتعمل ريجستر عليه او تعمل انشاء حساب جديد، ده اللي بيخلي الداتابيز او السيرفر يحفظ الاسم وكلمه المرور، عشان بعد كده لما تيجي تخش تاني هو برضو اللي بيقول للداتابيز في حد دخل لك، الباسورد بتاعه كذا، العنوان ايميل بتاعه كذا، هاتهولي. فالسيرفر يتشيك هل ده موجود فيفتح لك الموقع. ده بقى اللي بيربط بين السيرفر او الداتابيز والموقع. ده بقى اللي الشغل الخفي اللي انت ما بتعرفش عنه حاجه. الوظيفه يبني العقل اللي شغال خلف الكواليس. اللغات المستخدمه PHP، سي شارب، جافا، بايثون، وجافا سكريبت اللي هو فريم ورك بتاع نود جي اس. الفرق بقى ان الفرونت اند اللغات دي كلها اللي هي ال HTML وال CSS وجافا سكريبت انت محتاجها، او واجهه المستخدم مش شرط تكون في، لو في حد معانا مثلا عربي ولا حاجه. فرونت اند هو واجهه المستخدم، الباك اند هو الحاجه الخلفيه اللي بتشتغل، يعني مثلا دوت النظام الخلفي اللي ورا الواجهه اللي يبدا يدير الدنيا. تمام. يعني انت مثلا لما تخش على مطعم زي ما موجود في الصوره هنا، تلاقي عندك اول حاجه الريسبشن او الكاشير، دول اللي بره اللي انت بتقابلهم الاول. تمام. انت بقى ما تعرفش ايه اللي موجود في المطبخ. اللي بره دول اللي هو الريسبشن او الكاشير او الويتر، دول الفرونت اند.
دول الموجودين بره انت بتقابلهم اول لما تخش المطعم. انما الباك اند ده اللي جوه بقى الشيف ومساعد الشيف والطباخ وكل الناس ديت، تمام. دي الناس اللي جوه اللي بتعمل شغلها، اللي هو انت جاي عشانه اصلا، بس انت ما بتشوفهمش، انت بتشوف بس ايه الشكل من بره، انما اللي من جوه ده هو بيخلص ويتظبط ويجي لك. نفس الفكره ده بين الفرونت اند واجهه المستخدم والباك اند، تمام. زي ما قلنا الباك اند الحلو فيه ان انت اللغات المستخدمه تشتغل على لغه واحده، تمام. يعني لا اما بي اتش بي، لا اما سي شارب، لا اما بايثون، انت الباك اند بتعمله بلغه واحده. انما الفرونت اند انت محتاج ال اتش تي ام ال، محتاج السي اس اس، محتاج الجافا سكريبت. طبعا الباك اند اصعب بكتير، تمام. وفي بقى الناس اللي بتشتغل الاثنين اللي هو الفول ستاك، اللي هو بيشتغل ويب وبيشتغل باك اند في نفس الوقت. طبعا ده احسن بكتير ان هو بيبقى ملم بالدنيا اكتر. استخدامات الباك اند عامه: قواعد البيانات، تسجيل الدخول، حفظ البيانات، معالجه الطلبات، واداره السيرفر. وهو كاتب هنا تقدر تقول لو الفرونت اند هو واجهه المطعم، فالباك اند هو المطبخ اللي بيجهز كل حاجه. لغات البرمجه واستخداماتها: تالت حاجه معانا وهي الموظف البريمو اللي هو البايثون، تمام. لغه برمجه بايثون أكيد كلنا سمعنا عنها، تمام. الوظيفه اللي بتاعت لغه برمجه بايثون اكيد كلنا سمعنا عنها. الموظف اللي يقدر يشتغل في اكتر من قسم. ايه معنى الكلام ده؟ ان هو حرفيا لغه بايثون داخله في كل حاجه، اي حاجه بتتعمل ببايثون، تمام. استخداماتها: الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الامن السيبراني، تطوير المواقع اللي هو زي ما قلنا في الباك اند، الاتمته او الاوتوميشن اللي هو مثلا انت عايز تعمل اوتوميشن او مثلا حاجه تلقائيه، ان لو حد بعت لك رساله على الواتس، الاي اي يبدا ان هو يبعت له المنتجات بتاعتك، ويبعت له الاسعار، ويتابع معاه انه ياكد الطلب، ويبعت له الفاتوره، ويستلم منه الفلوس. دي اوتوميشن. الاي اي يبدا ان هو كانه موظف استقبال. وبعدين عندنا البرامج المكتبيه او الديسك توب عامه. وبعدين عندنا بتستخدم برضو في الروبوتات او الروبوتكس. ليه بقى اسمها الموظف البريمو؟ لان زي ما قلنا هي اكثر لغات البرمجه استخداما، تقدر تخش بيها في اي مجال. كده احنا عرفنا نتعلم برمجه ومعظم لغات البرمجه واستخداماتها. لغات البرمجه كتير، بس انت مش مطالب منك انك تعرف كله دلوقتي، لان دي اصلا حاجه، في لغات اصلا معموله عشان حاجه معينه. في لعب كتير في الحوار ده. لو قلت لك الاساسيين، تمام. عرفنا الاساسيين استخداماتهم وليه نتعلم برمجه. ثالث حاجه معانا وهي مفهوم الخوارزميه او الالجوريزمز، تمام. ايه هي الخوارزميات؟ هي مجموعه من الخطوات المرتبه والمنطقيه لحل مشكله او تنفيذ مهمه معينه، تمام. اهميه الخوارزميات: ترتيب الافكار، حل المشكلات، تقليل الاخطاء، تسهيل كتابه البرامج. ايه هي بقى الخوارزميات؟ اللي هي الفكره. انت الفكره بدل ما هي هنا انت عايز تخليها هنا. بدل الفكره موجوده بس في دماغك، عايز الفكره تبقى على ارض الواقع. يعني ايه؟ عايز اعمل اي حاجه، اي تخطيط، اي نقش فراخ، ان انا الفكره اللي في دماغي ديت تبدا يظهر لها ملامح، ابدا اعرف انا هحتاج ايه بعد كده، ايه بعد كده، ايه وما الى ذلك، تمام. هنا يجي دور الخوارزميات. زي ما بقول لك اهميتها ترتيب الافكار. الافكار ما هي هنا، طول ما هي هنا متلعبكه، مش عارف توصل لها، هتنساها. لا، هو عايز بقى ترتب الافكار. ترتب افكارك وتخش جوه كل فكره، تبدا كمان انك ترتب الحاجه جوه الفكره او الخطوات جوه الفكره. يعني انا مثلا عايز اعمل موقع بورتفوليو لنفسي، سي في، تمام. فخلاص الفكره جات لي، تمام. اخش جوه، احتاج الاول صوره ليا، واحتاج اسمي، واحتاج اكتب وصف عن نفسي، واحتاج اكتب الكليه اللي انا فيها، واحتاج اكتب مكان العمل اللي انا فيه، محتاج اكتب مهاراتي، محتاج اكتب هواياتي، محتاج اكتب مشاريعي، محتاج اكتب معلومات التواصل عني. تبدا بقى ايه الافكار دي ترتبها، تمام. وبعدها زي ما قلنا ترتيب الافكار عندنا حل المشكلات. ان برضو اي خوارزميه في الدنيا موجوده عشان تحل مشكله. مثلا في مشكله السي في، انا مش عارف الشركات مش عارفه توصل لي. مثلا بقدم على شغل والشخص دوت مش عارف انا ايه انا مين، ولا انا بعمل ايه، ولا انا درست ايه، ولا انا شغال ايه. فدي هتحل مشكله ان الناس تبدا تتعرف عليا. تقليل الاخطاء: برضو انت لما تكون الافكار موجوده هنا، ده بيقلل من نسبه اخطاء، او نسبه انك تنسى حاجه، او نسبه انك حاجه تقع منك، او نسبه ان يكون في حاجه خطا، تمام. وتسهيل كتابه البرنامج، عشان انت طول ما الفكره هنا تيجي تطبقها هنا مش هتعرف. انما لما تكون الفكره مكتوبه قدامك حتى لو بتفاصيل بسيطه، هتبدا ان انت ايه خلاص انت هتمشي بقى خطوه خطوه. عايز صوره ليا وتكون من غير خلفيه، خلاص تمام. عايز ان انا ابدا اكتب مثلا كود يعمل لي مربع، المربع ده واكتب فيه وصف عن نفسي، خلاص تمام. اروح على اتش تي ام ال اشوف اعمل لي بوكس، بوردر بوكس، تمام. البوردر بوكس دوت اعمل جواه مثلا باراجراف، والباراجراف ده اكتب فيه مثلا ان انا وليد حسن شغال في الحته الفلانيه، هويتي كذا، كليتي كذا، مجموعي في الكليه كذا، وما الى ذلك.
تمام. الالجوريزم بيبقى عباره عن زي ما في الصوره هنا: ديزاين، انالايز، امبلمنت، اكسبيرمنت. ديزاين نبدا ان احنا نصمم، تمام. انالايز نبدا ان احنا نحلل نشوف الدنيا فيها ايه. امبلمنت نبدا ان احنا نشتغل. بعد اكسبيرمنت نبدا ان احنا خلاص بقى خلصنا الدنيا او كل يعني فنشنا الدنيا، تمام. من اهم الحاجات اللي في البرمجه الخوارزميات طبعا، لان ديت اساس اي مشروع واساس اي فكره، انك تعرف تعمل لها الجوريزمز معين، تمام. والالجوريزمز دي كذا طريقه. الفيديو دوت ان شاء الله هعرفكم عليها، وبعدين ممكن ايه نتعمق في الطرق دي اكتر واكتر. خصائص الخوارزميه: الخوارزميات ليها بدايه، ليها نهايه، خطوات مرتبه، وخطوات تكون واضحه قابله للتنفيذ، وبتحقق الهدف اللي انا عايزه منها، تمام. وهنا في الرسمه هنا، او في او في الفيجر دوت، فيجر 1 دوت، اللي هو الفلوت شارت. يعني ايه فلوت شارت؟ يعني دوت اول طريقه ببدا ان انا اعمل الخوارزميه بتاعتي بيها. الخوارزميه ليها كذا طريقه، ممكن اكتبها بالعربي، انا عايز كذا 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 كذا، ملهاش قاعده ثابته، بس ليها خصائص ثابته. يعني اكتبها عربي، اكتبها صيني، اكتبها ياباني، اعملها برسمه، اكتبها بارقام، اللي انت تفهمه هتفهمه او الناس تفهمه اعملها بيه، بس ليها خطوات ثابته، يكون ليها بدايه، ليها نهايه، خطوات مرتبه وواضحه وقابله للتنفيذ، تمام، وتحقق اكيد الهدف. ودي اول حاجه، اول طريقه معانا ان احنا ايه، نخلي الفكره من ما هي هنا نخليها قابله للتنفيذ، او نبدا نعمل لها الالجوريزمز، وهي الفلوت شارت، تمام. الفلوت شارت بتبقى عباره عن رسمه بتوصف الكلام اللي انا لسه قايله، بتاع عايز اعمل كذا ثم كذا ثم كذا، تمام. وهنا الفلوت شارت ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ان انت بيقول لك اول حاجه هنا نشرح الاول السيمبلز عشان تبقى فاهمني. يعني ديت مش هنتعمق فيها قوي، بس برضو ايه هناخد عنها نبذه. اول حاجه الستارت والاند، واسمها التيرمينال. يعني ايه ستارت والاند؟ شايف الشكل البيضاوي دوت؟ الشكل البيضاوي دوت اللي هو الستارت والاند بتاعتنا، زي ما قلنا ليها بدايه وليها نهايه، فاحنا لازم في الاول نعمل الشكل البيضاوي دوت، تمام، ويبقى ده الستارت، في الاخر نعمله ويبقى ده الاند، تمام. واسم الرمز دوت اسمه التيرمينال، يعني انت تعرف بيعمل ايه واسمه ايه، شكله عامل ازاي. اول حاجه اسم تيرمينال بيعمل الستارت والاند، والرمز بتاعه اللي هو البيضاوي او السيمبل بتاعه اهو. تاني حاجه هو اللي هي الديسبلاي. الديسبلاي مش في حاجه مش هتعمق فيها قوي، لان دي هتبقى محتاجه درس لوحده اصلا للفلوت شارت، تمام. بس يعني ايه هقول لكم بسرعه كده. الديسبلاي دوت ان انت لو عايز تعرض حاجه على شاشه، مثلا عملت حاجه عايز تعرضها على شاشه، فالسيمبل بتاع الديسبلاي دوت هو اللي بيعمل كده، تمام. وبعدها البروسيس دي، المستطيل دوت او الريكتانجل ده بيبدا ان هو يعمل العمليات. عايز تعمل عمليه، البروسيس او الريكتانجل هو اللي يبدا يعمل العمليات، او جواه تبقى العمليات، تمام. المعين دوت بيبقى جواه الداتا او الانبوت او الاوتبوت اللي هو المدخلات والمخرجات، تمام. المعين ده بقى بيبقى عباره عن ايه؟ الشرط. لو الجو حر البس خفيف، ده شرط. لو، اذا، اف، ده المعين، تمام. يعني المعين ده يبقى جواه شرط اف، او بشرط لو. لو الجو بيمطر هات شمسيه، لو الجو ساقعه البس تقيل، وما الى ذلك. لو جبت 90% هتخش هندسه، ده المعين. وبعدين عندنا الريبيت او التكرار، وبعدين عندنا اللاين دوت اللي هو الفلو اوف داتا. يعني ايه الفلو اوف داتا؟ تدفق الداتا، الداتا رايحه منين لفين. وعامه الفلوت شارت اي حاجه، اي فلوت شارت عامه بيبدا من فوق لتحت، تمام. بس اللاين او الخطوط ديت، الخطوط اللي زي ده وزي دول، تمام، بيقول لك الداتا رايحه منين لفين، تمام. هنا رايحه السهم اهو ماشي كده، السهم ماشي كده، تمام. فبيقول لك هتمشي كده كده كده، يعني تدفق الداتا او تدفق المعلومات او الخطوات، اللاين ده بيوضح، تمام. عايزين بقى ايه؟ عايزين نمسح، عايزين بقى نشرح الفيجر او الرسمه اللي قدامنا دي. بيقول لك اول حاجه ويك اب ان ذا مورنينج، صحيت الصبح، تمام. ده الستارت بتاعك، انا صحيت الصبح، تمام. وبعديها الداتا ماشيه كده اهو. وبعدين بيقول لك از ات sunny، يعني هل الجو مشمس، تمام. مثلا لو يس، تمام. ما هي برضو دي يس، دي لو هو لو نو هيمشي كده، لو يس هيمشي كده، لو يس، لو يس هيمشي كده من هنا، وهيمشي كده من هنا. بس احنا ايه اللي هيودينا هنا؟ طالما هي يس، فطالما هي يس هتبقى كده على طول، اللي هو ايه، اخرج بره او غادر. يعني انت مثلا صحي اللي رايح المدرسه، تمام، فانت الستارت بتاعك صحيت الصبح او المنبه رن، تمام،
فبتبص من الشباك، لو الشمس طالعه يبقى خلاص انا هخرج هلبس واخرج على طول. تمام. لو الشمس مش طالعه والجو كله غيوم، لا ساعتها يبقى نو. لو احنا نو لو احنا نو بيقول لك برينج ان امبريلا، هات شمسيه معاك. يعني انت بتبدا بالستارت بتاعك صحيت الصبح، وبعدها بتنزل بتشوف الكونديشن بتاعك اللي هو المعين، بتشوف هل هو الشمس طالعه ولا لا. الشمس طالعه يعني الاجابه بتاعتك بيس. تمام، لان اي سؤال باذا او اي سؤال شرط يبقى اجابته حاجتين، يا اما يس يا اما نو. فانت عندك هنا يا اما يس خلاص البس وامشي، نو لا روح الاول بقى للريكتانجل اللي هو زي ما قلت لك اللي بيحصل فيه العمليات او البروسيس، هات الشمسيه بتاعتك وبعد كده البس وامشي. ده معنى ايه؟ معنى الكلام ده. طبعا ده مثال في الدنيا عامه، انما ممكن في امثله بقى للبرمجه نفسها، وده برضو اللي هنتطرق بيه الفيديوهات الجايه. اخر سلايد معانا، تمام، وكون كده خلصنا التمهيدي بتاعنا، حاجه صغيره وبسيطه عشان تبدا بس ايه تقرا انت اكتر عن الموضوع وتتابعني، تمام، عشان بعد كده تلاقي الدنيا بدات تصعب، نخش في المنهج. ثم بعد ما بعد المنهج، لان انا مش هوقف بس عند المنهج، انا هبقى معاك في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي، ولو الماده اللي في ثالثه ثانوي هبقى معاك في ثالثه ثانوي، وبعد كده في الكليه ان شاء الله كورسات كتير البرمجه هبقى معاك فيها وفي ظهرك واعرفك حاجات كتير قوي ان شاء الله. اخر حاجه معانا بيقول لك ايه؟ طرق تمثيل الخوارزميه. تمام. اول حاجه زي ما قلت لك اللغه الطبيعيه. اللغه الطبيعيه يعني ايه؟ اكتبها صيني، اكتبها ياباني، اكتبها هندي، اكتبها عربي، بس المهم تكون مش تبع الخصائص، ليها بدايه ليها نهايه، واضحه مرتبه تحقق الهدف. تمام. ايا كان بقى تكتبها ازاي مش مشكلتي، بس يكون متحقق الشروط او الخصائص بتاعتها عشان ينفع يتقال عليها ايه الجوريزمز، وتعرف ان هي تفيدك او تفيد الشخص اللي هيشتغل على المشروع. تمام. تاني حاجه معانا واللي هي السودو كود. السودو كود يعني ايه؟ يعني زي ده. السودو كود هو اقرب حاجه للبرمجه، تمام، بس بيتكتب بالانجليزي، اكنك بتكتب برمجه بس باللغه الانجليزيه. تمام. فاحنا هنشرح المثال ده عشان نفهم يعني ايه سودو كود. زي ما قلت لك هو اقرب حاجه للبرمجه، تمام، بس اكنك بتكتب برمجه باللغه الانجليزيه. تمام. هو بيقول لك هنا اهو: السودو كود ليس له صيغه ثابته، ولكن يجب ان تكون الخطوات واضحه ومرتبه وسهله الفهم. هو بالانجليزي، سودو كود يعني انجليزي، تمام، ما ينفعش يتكتب بالعربي. تمام. بس ملوش حاجه ثابته، يعني ممكن بدل ما اكتب مثلا اند اكتب اولسو. يعني بدل ما اقول يعني هو مش زي البرمجه سنتكس بقى لازم اكتب الحرف كابيتال وحرف سمول واركز في الحاجات دي. تمام. لا هنا ممكن بدل ما اكتب مثلا ستارت اكتب بيجن. اللي هو عايز اوصل لكم الفكره ان انت الكلام ده مش قران في السودو كود. تمام. عادي. المهم ان أنا اوصل الفكره مع برضو خصائص الالجوريزمز. تمام. هنا بيقول لك ايه؟ ستارت زي فوق الشكل البيضاوي اللي هو برده فيه ستارت، اللي هو برده بيحقق خصائص الالجوريزمز. تمام. وده بيقول لك ستارت يعني ابدا البرنامج. تمام. بويل ووتر يعني اغلي الميه، ده بروسيس. تمام. حط الشاي في الكوبايه، بوت تي ان ذا كاب او بوت تي ان كاب. تمام. بوير هوت ووتر صب الميه السخنه. تمام. اد شوجر ضيف سكر. ستير تي. تمام كده انت خلاص بقى معاك الشاي. تمام. وده بيقول لك اند او اقفل بقى يا برنامج. تمام. فده السودو كود. السودو كود يعني ايه؟ يعني الالجوريزم برضو واقرب حاجه للبرمجه بس باللغه الانجليزيه، ليه بدايه وليه نهايه وخطوات منظمه وخطوات مرتبه. تمام. لو في شرط هيكتب لك اف، لو في مثلا حاجه، لو في لوب بيعمل لك بيقول لك مثلا ريبيت. ده معنى السودو كود اللي هو برمجه. تمام. بس باللغه الانجليزيه. فهنا هو كان بيعرفك يعني ايه تعمل كوبايه شاي، اللي هو بيقول لك ستارت اغلي الميه، حط الشاي في الكوبايه، صب الميه السخنه، ضيف السكر، قلب الشاي. تمام. وبعدين انت خلصت ايه؟ اقفل البرنامج على كده. تمام. برمجه بس اكنك بتكتب انجليزي. تمام. الفلوت شارت اللي هي الرسمه اللي لسه واخدينها فوق، اللي هي ديت، واللي عرفنا حاجات عنها ومعنى الرسومات ومعنى الكلام ده. تمام. كان معاكم المهندس وليد حسن، اتمنى تكونوا فهمتوا. ده بس المحاضره التمهيديه كده، حاجه بسيطه للطلاب. تمام. ان شاء الله الاونلاين هيبقى عليه كل حاجه، مش هبخل باي حاجه، ومش الاقي مثلا لا السنتر هيبقى فيه حاجه والاونلاين لا، كله على الاونلاين عشان كله يستفاد. تمام. السلايدات او الشرح دوت هتلاقيه موجود في اللينك تحت الفيديو ايا يعني كان بتتفرج منين. تمام. مش تتابعني تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان انا معاك ان شاء الله. هنبدا البرمجه من الصفر لحد الاحتراف. السلام عليكم.